مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فنانتنا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة الفنانة الجميلة والكبيرة إحسان القلعاوي، الله يرحمها. تاريخ ميلادها 26 إبريل 1932. تاريخ وفاتها 31 ديسمبر 2008. توفت عن عمر يناهز 76 سنة، الله يرحمها ويرحم الجميع. اسمها بالكامل إحسان عبد الحليم القلعاوي. هي بنت الفنان الجميل والكبير عبد الحليم القلعاوي، وشقيقة الفنان محمود القلعاوي، الله يرحمهم هما التلاتة. ممثلة مصرية، حصلت على ليسانس الآداب في اللغة الفرنسية، ودخلت كمان المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايتها من خلال ميكروفون الإذاعة في العديد من المسلسلات، وقدمت كمان العديد من المسرحيات. ومن أشهر الحاجات اللي عملتها المسرح الكوميدي والقطاع الخاص. من أشهر مسرحياتها في الفترة دي الهانم، ومن أشهر مسلسلاتها الإذاعية دور زنوبة في مسلسل عودة الروح مع المخرج حسين كمال. ومن خلال المسلسلات الإذاعية دخلت كمان في مسلسل تلفزيوني قضية نسب، وكانت آخر مسلسلاتها هيمة مع عبلة كامل. واللي قدمتها للمسرح القومي لأول مرة الفنانة الكبيرة أمينة رزق، واللي اشتغلت معاها عام 1956، وكان عمرها في الفترة دي 24 سنة. واشتغلت كمان مع المخرج نبيل الألفي. اتجوزت من السيناريست محمد أبو يوسف، وعندها منه 3 بنات، وبنتها إيناس محمد أبو يوسف معيدة في كلية الإعلام. كان ليها كمان دور شهير جدا في الإذاعة، دور عزيزة اللي كان في مسلسل عيلة مرزوق أفندي. قدمت 277 عمل فني، ومنهم الفارس والأميرة، هيمة، أذكى غبي في العالم، قضية نسب، كشكول لكل مواطن، سلالة عابد المنشاوي، علي سبايسي، ليلة سقوط بغداد، من غير ميعاد، بطة واخواتها، المرأة في الإسلام، أمانة يا ليل، انظر حولك وابتسم، أين قلبي، رحلة مشبوهة، احنا نروح الاسم، الوشم، رحلة حب، وجع البعاد، أستاذ الجليل رفقا بيه، الحب أقوى، القضاء في الإسلام الجزء 9، بين الناس، حديقة الشر، حلم العمر، ضرب ابن برقوق، فيلم ثقافي، ناس من زمن فات، الغروب لا يأتي سويا، بدارة، حضرة المحترم، خلف الأبواب المغلقة، نهار وليل، همام يبحث عن همام، القلب يخطأ 3 مرات، اللص والكلاب، بريق منتصف الليل، شيء من الخوف، طيور النورس، هوانم جاردن سيتي، وتمضي الأيام، القضاء في الإسلام الجزء 7، المرأة والسطور، بحار الغربة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زواج، بيوت إزعاج، مع مرتبة الشرف، هوانم جاردن سيتي،
المرأة مختلفة، ترويض الشرسة، مين اللي ما يحبش فاطمة، 2 في 1، الغاز والمغامرون الخمسة، رجل في المصيدة، لعبة الذكاء، ليالي الحلمية الجزء الخامس، الاختبار، القضاء في الإسلام الجزء الخامس، رجل في دوامة، رياح الخوف، الوعد حق، أمهات في بيت الحب، على بلاطة. الله يرحمها لأنها تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.